ما زالت في البياض بين الترجي ابيض اليوم بالزي الاحتياطي والنجم الساحلي بالالوان التاريخيه من عام 25. كرة ترجع للترجي الرياضي، الترجي يحب يخرج الشوط الاول 0-0 واذا جاء هدف مبروك عليه وخطيره والمساكني صعبه جدا وكره غريبه والهدف الاول. هو الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي، هدف في الدقيقه 37 سبحان الله في وقت الحديث على ان الترجي يبحث اكثر على التعادل ثم يلعب فرصته في الشوط الثاني، لكن الان الترجي الرياضي التونسي قلت اذا جاء هدف بالنسبه له مش يرفض، وهذه الصنعه وشوف الدور الكبير اللي يعمل فيه يانيك نيانج. شوف كيفاش يوقف الدفاع ويستنى القادمين من الخلف، شوف الباس نتاع المساكني هنا، شوف ايش يعمل مع الفالحي، شوف كيفاش يفسخ الفالحي ويتعداه، يعمل اكسلراسيون المساكني يعاود يطلب الكره، وهنا العواض يحط الكره على القائم الثاني. 1-0 خدمه كبيره، خدمه تمارين، خدمه تدريبات وصنعت وفكر مدرب امانه، والنتيجه 1-0. 1-0 هنا تتوقف المباراه للحظات، 1-0 عن طريق كريم العواضي وفرحة أنصار وعشاق الترجي الرياضي. 1-0 في هجوم مرتد نموذجي للترجي الرياضي، كرة من يانيك بدلاء. نحكي على قادم المواعيد وقت اللي تحك الركاية في الصح مع الأدوار المتقدمة، عنده أيضا إمكانية شاكر الزواغي، حسين الراقد، مكسب آخر في الوسط، عنده أيضا أفول، عنده ليبري بالليلي بوغيل. يظهر لي حضر الترجي مغامرته كبيره ويدخل يانيك نيانج، اختيره برشا يانيك نيانج وفرصه كبيره يانيك ويسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني الكامروني، يسجل الهدف الثاني الكامروني. بعد هذه الكره ما تحكمش، ما نتكلمش، ما نعلقش، قوه بدنيه كبيره، برود الدم كبيره، ايضا الحقيقه منتدب اجنبي من اعلى طراز، هو النتيجة هدف ثاني. شوف يانيك نيانج، شوف يانيك نيانج يفسخ دفاع كامل للنجم الساحلي ويسجل الهدف الثاني. هزيمة النجم اليوم ليست هزيمة الليلة، لكن هزيمة تعديد الظروف اللي بين ظفرين باللهجة التونسية كركرها النجم الساحلي من فترة على المستوى الإداري، على مستوى الانتدابات. ممكن انتصار اشلف طماع للأمانة، ولكن لم يكن بالحاسم، وبالتالي مباراة تتوقف مرة أخرى عند فريق الترجي الرياضي التونسي عن طريق الكامروني جوزيف يانيك نيانج. صعب جدا في هذه الظروف المباراة في رأيي تتواصل، ولذلك نرجع للاستوديو في الدوحة مع معز بولحية. هداك